الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي زوار موقعي، وصلتني بعض الأسئلة لكنها كترت شوية عن المدعو البرادعي وترشيحه لنفسه لرئاسة الجمهورية. واحنا طبعا كمسلمين لازم يكون لنا دور ايجابي في ان احنا نشوف الناس دي ونوزنها بميزان الاسلام. احنا ناس مسلمين الحمد لله، ميزاننا اسلامي، بنوزن بالاسلام كما قال الله تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. مش ميزان البسطرمه والبيض والرز بس، لا، سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحكم على الناس ده ربنا هيسألنا عنه من خلال كلامهم ومن خلال أفعالهم. فالبرادعي هذا من زمان أنا قلت هذا الكلام، واحد في هذا المنصب منصبه إن هو يمنع أي تقدم تكنولوجي في موضوع الذرة فقط إلا إسرائيل، آسف، الكيان الصهيوني، إلا الكيان الصهيوني، المجرمين الصهاينة اللي محتلين فلسطين. كان يجرؤ يجيب سيرتهم، بس كان يجرؤ يروح يفتش زي ما هو كان عمال ياخد الطيارات ويروح يفتش على الدول العربية يشوف عندها اسلحة ولا دمار شامل ولا. طب اليهود الصهاينة الملاعين ما عندهم اكتر من 280 راس، يقدر يجيب سيرتهم؟ ما كانش يقدر يجيب سيرتهم، هو بس كان راجل على المسلمين، راجل على الدول العربية فقط. وبعدين هذا الرجل امريكا بتدعمه، امريكا مبسوطة منه والغرب كله مبسوط منه نتيجة موقفه ونتيجة موقعه اللي كان موجود. والخيبة الكبيرة جدا جدا ان هو بيقول انا هرشح نفسي المجلس، اللي انا رشح نفسي للرئاسة، يقوم يقول انا مستعد ان احنا نتناقش حول المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور بتقول ان الدين الرسمي للدولة الدين الاسلامي واللغة العربية هي كذا كذا. الدين الرسمي للدولة الدين الاسلامي. ايه بقى مستعد انك تناقش الحتة دي؟ ان ممكن يكون دين مسيحي، ان ممكن يكون كذا اي دين تاني يعني؟ لا 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 لا، ده اللي يمس هذه المادة بس، اللي يمسها ويحاول يغيرها يبقى طالع بره الدين، كافر ومرتد عن الاسلام. لان الدين الرسمي للدولة الدين الاسلامي. انت عايز ايه؟ تلغي الاسلام؟ انت عايز تلغي الاسلام؟ فده راجل علماني فاصل الدين عن الدولة تماما، فاصل الدين عندكم في الجوامع هناك وفي الكنائس، لكن باسلوبه يعني، لكن عن الدولة يديرها زي ما هو عايز. ده نظام العلمانيين. يقول لك ربنا عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين الاسلامي دين عظمة بس ما يحكمش، ربنا ملوش دعوة بينا. الله يقول في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. هما بيقولوا لا، ألا له الخلق ولنا الأمر، وده منهم، بدليل ان هو بيقول اهو ان دولة المؤسسات ليس لها دين. المفروض دولة المؤسسات ما يكونش لها دين. طيب على راجل علمان وفاصل الدين عن الدولة تماما تماما تماما. والمصيبة الكبيرة انه بيمتدح نصر حامد ابو زيد، هذا المرتد الكافر اللي قال ان بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيت دعارة، والنبي كان يعني استغفر الله العظيم يا رب. يمتدحه معناها واضح خالص خالص خالص. وبعدين اقباط المهجر بيأيدوه، واقباط المهجر لسه باعتين تهنئة لليهود باحتلالهم الاسلامية والعياذ بالله. فهذا الرجل رجل علماني، يعني لا نؤيده ولا نرشحه، ولازم نوعي الناس من هذا الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.